كلنا درسنا بروتوكولات علاج الضغط وحفظنا المواد الفعالة وعائلات الأدوية. دي الأساسيات العلمية اللي بدأنا بيها الطريق. لكن الاحترافية الحقيقية بتظهر في رؤيتك لمريض الضغط اللحظة اللي بيقف فيها قدامك. الصيدلي النمطي بياخد الروشتة ويطلع أدوية الضغط للمريض ويقول له الجرعة وتنتهي المهمة على هنا. أما الصيدلي المحترف فبيشوف المريض ده كرسالة طبية ومسؤولية كبيرة. مريض بيعاني من مرض مخادع ومحتاج خطة رعاية شاملة وتوعية حقيقية تحافظ على حياته. مريض الضغط مش مجرد عميل بيصرف علاج شهري، ده إنسان جسمه في حالة استنفار دائم، بداية من العبء المستمر على عضلة القلب وتيبس الشرايين، مرورا بالضغط العصبي ووصولا لغياب المعادن الضرورية اللي بيفقدها جسمه بسبب مضرات البول. تطبيقك لمهارات الكروس سيلينج في الحالة دي مش معناها إنك بتزود فاتورة البيع، انت بتقدم له بوليصة تأمين صحية وتدخل وقائي هو ما يعرفش مدى أهميته. دورك هنا بيتخطى فكرة صرف الدواء، انت هنا بتبني حائط منيع يحميه من أزمات ومضاعفات بتهاجمه فجأة. في الجزء ده من الكورس هنتعلم ازاي نخلق التوازن المثالي بين الواجب الإنساني والنجاح التجاري للصيدلية. هتشوف ازاي بكلمة بسيطة تقدر تلفت انتباه مريضك لقيمة الكوكيوتين انزيم والاوميجا 3 في حماية قلبه المرهق، وازاي توجيهك ليه لاستخدام المغنيسيوم هيفك الشد العضلي ويريح اعصابه تماما. المعادلة هنا بسيطة، لما بتعتمد على اسلوب البيع الاستشاري اللي بيحط مصلحة العميل في المقام الاول، المريض هيستجيب لبروتوكول العناية الكامل وهو ممتن ليك، وهيشوفك مستشاره الطبي الموثوق. والنتيجة المباشرة لده هي طفرة في مبيعات صيدليتك مبنية على ثقة حقيقية ما بتتهزش. الكروس سيلينج مع مريض الضغط هو أسمى معاني الذكاء الصيدلي والأمانة المهنية. يلا بينا نتعلم إزاي نسيطر على القاتل الصامت ونأمن حياة العميل ونضاعف نجاح صيدليتنا في خطوة واحدة.